احنا كنا عسكريين يعني سنة بداية يعني الشهر الثاني في سنة 83 وملتحقين بالخدمة العسكرية وكنا لواء كامل. احنا وقتها كنا فوج 330 المستقل يسموه في شمال العراق. ودعوه يعني اجت السيارات الايفا العسكريه اخذونا الى مقر الفوج، ما نعرف شنو السالفه، احنا بحدود 85 واحد. ومن هناك راسا اخذتنا سيارات الى الامن العامه، من الامن العامه بالليل ساعه بالوحده بالليل دخلونا الى ابو غريب، الى الخاصه في ابو غريب، يعني بالثقيله خاصه بابو غريب. فدخلنا قال ممنوع احنا ما نستقبل عسكريين، لان السجن ابو غريب سجن مدني والسجن العسكري كان يروح للشعبة الخامسة، واحنا عسكريين طبينا عليهم. فقال لا انتم سرحوكم، يعني طرد من الجيش، خطر على امن الدولة. واحنا بالعسكرية يعني استونا جاي نلبس وخلصنا الواجب، انا واجبي من 4 للستة، بالسبعة حجزوني، يعني ما عندنا كل ذنب سوى انه انت كردي فيلي فيجب ان يعني تحجز. يعني احنا هاي المجموعة اللي ودونا يعني قلت لك 10 2 83 85 واحد، يعني دخلنا بالوحدة بالليل إلى أبو غريب، ذا بين الملابس العسكرية ودخلونا بشكل مدني، وبقينا بأبو غريب يعني تقريبا أكثر من سنتين. وبهذا طبعا في أبو غريب جماعتنا قبلنا موجودين من شهر الرابع 80 وهم بالآلاف يعني وليس عدد قليل يعني هم. فالإضراب الأول اللي سووه يعني جماعتنا شباب الكرد الفيلية عدموا من عندنا يعني 700 واحد في يوم واحد. احنا نسميهم ومعروفين عندنا معرفين هسه عند كل الكرد الفيلية يسموهم مجموعة ال700.